المسؤولية اللي يتحملها الحر مش هي المسؤولية أمام القانون، قانون المجتمع فقط، وإنما هي المسؤولية أمام الله في حياة أخرى مؤكدة عندنا، وأن الإنسان يحاسب حتى على ضميره المغير، حتى لو أفلت من القانون لعدم الرقابة عليه ويعرف أنه هو مسؤول. على القاعدة كمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأن الإنسان في النهج الإسلامي، خصوصا عندنا نحن الرسالة الثانية النهج الإسلامي في استمرار داحث على تحرير الضمير. الإنسان محاسب على ضميره، أولا بحرب الخطيئة في ضميره، ثم يحاربه في لسانه، ثم يحاربه في يده. إذا تحرر بالمستوى ده هو يكون مغنى.